ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهارده بقى جايه لكم بريفيو عن مطعم اسمه مطعم البركه عندنا في اسكندريه، وليه كذا فرع: ميامي وجليم وسموحه وكامب شيزار. عامل عرض حلو جدا. نص فرخه مع بطاطس. بصوا كميه البطاطس كتير مش قليله. نص فرخه اللي هي صدر وورك والجناح. عنده طبعا سبايسي وعنده عادي. بيجي معاها علبة تومية وعلبة كلوسلو واتنين كاتشب هاينز، والكايزر بتاعهم حلو كبير مش صغير. حجمه حلو طبعا، هم اكيد اللي برضو بيعملوه. انا حبيت يعني اقول لكم تجربتي معاه. بصوا، السبايسي يعني في سبايسي قوي وسبايسي متوسط، انتي قوليله. يعني انا جبت اللي هو السبايسي اللي مش حامي قوي. بصوا احنا بعد طبعا ما اكلنا، اقول لكم بقى يعني رأيي في المطعم بكل مصداقية. طبعا هو الاكل جاي سخن. الدليفري متأخرش كتير عشان انا قلت له هعمل ريفيو عن المطعم. بس ال يعني الفرخة او ما فيهاش اللي هي القرمشة، مش بتقرمش. والورك فيه نسبة دهون عالية قوي قوي قوي. اللي ما بيحبش الحاجة اللي فيها نسبة دهون، الورك مش هيعجبه. والصدر اي نعم كبير مش صغير، بس بحس ان هو زي ما يكون فيه مية. حتى الكفر بتاع الفراخ مش ماسك في يعني في لحم الفرخة، لا بيبقى فاصل عن الفراخ. يعني هو يعني بصوا الحاجات دي اللي انا لاحظتها في الوجبة دي. هو عنده فتة شاورما، وعنده حاجات كتيرة جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم ده عندنا في اسكندرية، وليه فروع كتيرة جدا. بس دي سعر الوجبة دي 150 جنيه، والدليفري تقريبا في اي مكان ب21 جنيه. هي حلوة الوجبة مش وحشة. وبصوا الكايزر بجد انا يعني مستغربة جدا، حجمه حلو كبير مش صغير. والوجبة دي يا جماعة بجد تكفي يعني فردين مش فرد واحد. وبجد كانت تجربة حلوة مش وحشة، ويا ريت بجد تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. واشوفكم على خير يا احلى متابعين، ومع السلامة.